المغرب دا 17 مقعد وليبيا دات 6 مقاعد. لو ليبيا تنازلت لنا على 3 مقاعد لو رانا فزنا. اذا هذا المشكل الاول او الخطا الاول اللي مفروض انه الدبلوماسيه الجزائريه واحمد عطاف يلعبوا دور مع ليبيا. من المفروض قبل يلعبوا دور مع ليبيا وخلوا ليبيا تنسحب وتعطينا على الاقل 3 اصوات هي وزوج دول اخرى ورانا فزنا. لكن نظن في الدور القادم الشهر القادم نظن يوصلوا لهذا الاتفاق وليبيا تنسحب. انا في اعتقادي اتصور ان ليبيا راح تنسحب. وش مهم؟ ايه امين عام مساعد قلنا خلاص خطينا مقسم وفتنا هولندا اسكت. اذا انا في اعتقادي ان ليبيا ستنسحب في الجوله القادمه ليصبح التنافس ما بين الجزائر والمغرب وستفوز الجزائر لانه عندها 30 هي ضامنتهم تزيد تضمن 3 فقط ربحنا. لكن الشيء المحير راكم سمعتوا المغرب والجزائر وليبيا ترشحوا. الجزائر دات 30 مقعد، ليبيا دات 6 مقاعد، المغرب دات 17 مقعد، معناتها خاسر.